احنا اليوم موجودين في مدينة ديسلدورف، عاصمة ألمانيا الغربية سابقا، وعاصمة ولاية شمال الراين. مدينة تاريخية شهيرة بتطورها الاقتصادي والثقافي. ديسلدورف تمتلك تاريخ طويل مع الحروب، وتم تدميرها بشكل كامل في الحرب العالمية الثانية. وتم إعادة بنائها وإعادة تعيينها كمركز اقتصادي وثقافي بارز في ألمانيا. حياكم الله جميعا في أول فيديو على قناتي في اليوتيوب. هذا هو أول فيديو أقوم في تنزيله على قناتي في اليوتيوب. هذه البداية الصعبة اللي حبيت أنطلقها، وكان عندي شغف كبير ولكن في تخوف، ولكن بالعكس لما تنطلق وتكون عندك أغلاط خاصة في البداية تصير تتعلم منها وتصير أقوى وأقوى وتتعلم منها. أنا أعرف يمكن الفيديو راح تشوفونه بعد شوي. اليوم احنا صورنا في مدينة ديسلدورف وتشوفون الرحلة كيف كانت. يمكن في أغلاط، يمكن في شغلات ناقصة كثير بالفيديو، ولكن هذه هي البداية الصعبة اللي راح نتعلم منها ونكون أفضل بإذن الله مع الأيام القادمة. حياكم جميع، لا تنسونا في دعمكم، اشتراك في القناة، مشاركة الفيديو مع الأصدقاء، تفعيل زر الجرس، هذا أهم شيء، لأنه لو نزلت الفيديوهات الجديدة، القناة جديدة وما فيها فيديوهات ولساتنا في أول الطريق، صعب توصل الفيديوهات للكل حتى يجيك إشعار. وخلونا نوصل لأكبر عدد من اللايكات على هذا الفيديو. بإذن الله فيكم نكبر ونكون الأفضل والأفضل. أعطونا آراءكم في التعليقات، وهذه حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي. حياكم جميع، اشتركوا فيها لأنه في كل برنامج راح تشوفون فعاليات أخرى وآخذ آراءكم، ومو راح نعمل مسابقات ونسوي إن شاء الله مع بعض مع الأيام القادمة شيء في شيء، وإن شاء الله إلى الأفضل. حياكم جميع، لا تنسونا في الاشتراك، في التعليق الإيجابي اللي يدفعنا ويخلينا أقوى وأقوى ونشتغل أفضل بإذن الله. وبإذن الله راح نكون دائما فيكم الأفضل والأقوى. تحياتي لكم، وخلونا نشوف الفيديو. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip, this, wet. Tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell 'em run it up, I wake up, flex, thumb down now. واحنا حاليا موجودين على نهر الراين. هذا النهر اللي مشهورة فيه ولاية شمال الراين. واحنا حاليا
في أجمل المناطق في دوسلدورف. هي اسمها المدينة القديمة ألتشتات، ولكن هي مدينة متحضرة واسم بس، هو ألتشتات هو اسم فقط المدينة القديمة، وهو من أكثر المكانات في ألمانيا ازدحام وشغل. أنا حاليا بهذا المكان اللي وراي، هنا أكثر مكان موجود فيه بدوسلدورف المقاهي والمطاعم. برلمان مقاطعة شمال الراين، هنا مثل ما تقولون الدائرة الحكومية الأولى، هو مركز الولاية. الرئيس أو الوالي اللي للولاية هذه مكتبه موجود هنا. اجتماع جميع وزراء الولاية يتم هنا، القرارات اللي للولاية تتم في هذا المكان، هذا هو البرلمان. لأنه احنا مثل ما قلنا دوسلدورف هي عاصمة شمال الراين، فهذا برلمان دوسلدورف. أنا ما أتوقع إنه إحنا مسموح لنا نفوت جوا، أنا راح أحاول بس ما ظنتي. وإحنا حالياً عند البرلمان، هذا هو البرلمان اللي مسؤول عن قرارات ولاية شمال الراين. إحنا مسموح لنا نفوت جوا، أكيد يعني إحنا لا إحنا وزراء ولا شيء، ولكن حبيت أصور لكم إياه من برا نشوف كم شيء نتعرف عنه. للأمانة مدينة دوسلدورف فيها أشياء كثيرة، فيديوين ما يغطنها، يعني ثقوا فيني ما يغطونها والله، فيديوين أبدا ما يغطون مدينة دوسلدورف. حاليا موجودين بدوسلدورف في شارع العرب مثل ما يسمونه، يعني هنا تقريبا اكثر المحلات عربيه كمطاعم، كمحلات عربيه، مجوهرات، اي شيء تقريبا الاكثر عربي. يعني انا هذا حلاق عربي، الناس اللي تحب تجي تشوف مجوهرات عربيه، يعني تصميم عربي مثل ما نقول، ذهب سوري عيار 21 موجود عندهم، وهذه تصميماتهم العربية. هنا المطعم والحلويات والخبز العربي. هنا محلات تركية وألمانية بسيطة، يعني كم محل. هنا عندكم ستايلات عربية، محل ألبسة تركية أتوقع، هذه مجوهرات الفرقان، احنا قلنا الاسم. هذه محلات زاد جوهرات عربية، والأكثر محلات عربية. هذا الشارع اسمه كولونيرستراسه، موجود في منطقة أوبربيلك دوسلدورف، هو شارع العرب في دوسلدورف. وهنا وصلنا لآخر الفيديو. مثل ما شفتوا فيديو كان بسيط، في أغلاط، في شغلات ناقصة، الله العليم. يعني أنا عني حاط ملاحظات كثيرة على الفيديو، ولكن هذه البداية الصعبة.
الذي لازم نبدأ فيها حتى نتعلم، لأنه البداية دائما تكون صعبة، دائما في أغلاط، ما حدا ينزل في البداية ويكون توب، لأنه دائما أنت في البداية راح تتعلم وراح تفهم إيش اللي ناقصك وإيش اللي لازم تسوي. حاليا وصلنا لآخر الفيديو، شكرا لكل شخص تابع الفيديو لهذه اللحظة وشافني الحين أتكلم. أرجع مرة ثانية أذكر، هذه حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي، الاشتراك فيها، اعطونا آراءكم عن الفيديوهات في منصات التواصل الاجتماعي، وين تحبون نشوفونا إن نسافر أو أي مدينة تحبون نزورها، اعطوني وين آراءكم. شكرا لكم مرة ثانية، تحياتي لكم، أخوكم علي الدجاني.